معمول الانتصار البارح في سيدي بوزيد، النادي الصفاقسي حقق العلامة الكاملة 6-6 تاريخيا. لأول مرة السي يعمل العدد هذا من الانتصارات المتتالية مع بداية البطولة. Cela revient à l'esprit du groupe de mes joueurs, l'état d'esprit positif de mes joueurs, et aussi le CSS a fait la différence de la part de l'expérience de l'équipe aussi. انتصار البارح قيمته زادة أنه جاء خارج الميدان وقدام فريق ما يساومش على ملعب. اليوم بين اللي نعرفوا نربحوا البرا دول سيدي بوزيد مثال جمعيه تعرف تكور. كل هذا يخلينا نرجعوا لمباراة البارح ونشوفوها من منظار آخر باش نفهموا أكثر الخاصية اللي ولات عند الفريق منذ قدوم شهاب الليلي والمتمثلة في العودة بالانتصارات من خارج السد. السي اس اس مع الليلي ربح في بنزرت مع الملعب التونسي، والبارح في سيدي بوزيد الفريق اللي ما خسرش حتى مباراة على أرضية ميدان. ما عرفناش الحظ، ضيعنا بلانتي، خرج لنا واحد بالحمراء. المرة الجاية إن شاء الله. مبروك لنادي صفاقس. ماتشات كيما هذوما نتعلموا منهم باش وقت اللي تجيك فرصة كونتر الجماعات الكبار لازمك تماركاها. انتصار النادي الصفاقسي كان مرة أخرى أقدام أجنبية، والمرة هذه الإمضاء كان للنيجيري جونيور أجاي. تأكيد جديد على قيمة الانتدابات اللي صارت في السي اس اس في الفترة الأخرى، واللي نلقاو زادة من بينها متوسط الميدان كريم العواضي اللي أصبح يمثل مفتاح اللعب في النادي الصفاقسي. Karim, il appartient à un grand club, puisqu'il est un grand joueur pour qu'il mérite cette appartenance. بارك الله عليه وان شاء الله يكمل معنا هكا، عاونا برشا في الوسط وقدم لنا الاضافه. تعرفيت في بلاصتو قاعد يقدم في الاضافه، يعطيه الصحه. ان شاء الله يكمل هكاك وان شاء الله يكمل يعاوننا ان شاء الله. هو حلقه من لاشين، حلقه مهمه سي سيغ. واحد الاكسبيريونس اللي عنده الماتشات اللي كورهم قاعد يطوي يحط فيهم في الماتشات. كما تعرف يظل الجماهير مش تقف على الجوار ولا على الزوج. الحمد لله الامبيونس اللي عندنا باهيه، واللحمه اللي موجوده زاده هذه من قوه معناها نادي الصفاقسي. كما قلت لك يظل عملنا الصعيب ومازال الاصعب. صحيح السي اس اس نجح في جمع 18 نقطة كاملة مع بداية الموسم، لكن مع عودة الترجي والنجم الساحلي وظهور اولمبيك سيدي بوزيد ونجم المتلوي وغيرهم من الفرق الأخرى، هل يمكن الحديث منذ الجولة السادسة على بداية منعرج الهروب بالنسبة للسي اس اس؟ وما مدى قدرة الليلي وملاعبيته على المواصلة بنفس المسار؟